عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده مع الحلقة الثالثة من الخواطر الزجلية أو القصائد الزجلية أو الزجل اللي كتبته بيعالج قضية مهمة. على طول مش هطول، نبدأ ب قصيدة زجلية كده كنت كتبتها بقول فيها أو هو عنوانها الدنيا برد. بقول إيه من خلال القصيدة دي؟ بقول الدنيا برد وبلادي عايشة في حرب، مع خونة وعملاء بيقتلوا من غير ذنب، باقي الشعب أصيل يدخل جوه القلب، طيب ويتعاشر ويستحق بجد كل الحب. أما الإخوان لبلدنا عايزين ليها القرب، بيدمروا الحلم فيها بأوامر من الغرب، اللي طمعانين فيها لكن بلدنا ليها رب حاميها ومخليها بلد الأمان والحب. قال عايزين يخربوها الإخوان ولاد الكلب، لا إخوان ولا خونة هيغلبونا كفاية، نقول يا رب يا رب يا رب يا رب. دي كانت قصيدة من القصائد. بنقل موضوع تاني مهم برضو، يعني عشان ايه برضو قصيدة زجلية جميلة في الجزء ده. برضو زي ما قلت هو كل حاجة بتتكلم عن موضوع معين، والموضوع ده بيسني او بيجي كده فبروح كاتب عليه الخاطرة دي او الزجل ده. الخاطرة دي بعنوان بحبك يا بلدي.